الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأسطورة في الجغرافيا السياسية والتاريخ. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على تدريبات مهمة جدا من ملخص المصدر 2024 عن الفصل السابع، وده طبعا من الفصول المهمة جدا اللي لازم نركز فيها علشان نقدر نجيب درجة عالية في التاريخ بإذن الله تعالى. نبدأ على بركة الله مع بعضينا. السؤال الأول بيقول: كان من الطبيعي أن يعمل الاستعمار على شق صفوف الأمم ليحقق أطماعه، لكن لم يكن من الطبيعي أن يقوم أي من الأطراف الآتية بنفس الدور. طبعا الاستعمار بيحاول يشق صفوف الأمم، يعمل حركات انفصالية وانعزالية بين الأمم العربية، لكن كان من الطبيعي في طرف من الأطراف الموجودة قدامكم دي ما كانتش تعمل زي الاستعمار. هل السلطان العثماني أثناء الثورة العربية، ولا الشريف حسين أثناء الحرب العالمية الأولى، ولا السلطان عبد الحفيظ أثناء احتلال مراكش، ولا إدريس السنوسي بعد تنصيبه ملكا على ليبيا؟ هنا من المفترض إن احنا نختار السلطان العثماني أثناء الثورة العربية، لأن كان ليه موقف سلبي لما انحاز لرغبات بريطانيا وساهم في إضعاف الروح المعنوية للمقاتلين، وظهر ذلك بوضوح في معركة التل الكبير عندما أصدر فرمانا بعصيان عرابي. تمام كده؟ السؤال اللي بعده بيقول: من خلال تحليلك للصورة نجد أنها تدل على أي مما يلي. الصورة مكتوب تحتيها مظاهرة ضد حلف بغداد في دمشق 1958. تمام. وهنا النعش المكتوب عليه USA، الولايات المتحدة الأمريكية. تمام. بيقول يا من خلال تحليلك للصورة نجد أنها تدل على أي مما يلي: توتر العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة، ولا تأييد دمشق لقيام الجمهورية العربية المتحدة، ولا نجاح التوجهات الخارجية لثورة يوليو، ولا معارضة سوريا لتوجهات حلف شمال الأطلسي. طالما يا شباب في مظاهرة ضد حلف بغداد يعني معناها بترفض الأحلاف العسكرية، وطالما رفضت الأحلاف العسكرية يبقى هنا بيحققوا توجهات جمال عبد الناصر في رفض مصر الدخول في فلك الأحلاف العسكرية. تمام. يبقى نجاح التوجهات الخارجية لثورة مين؟ ثورة 23 يوليو 1952، وهو رفض الأحلاف العسكرية ومحاربة الأحلاف العسكرية، وده سؤال مهم جدا. السؤال اللي بعده بيقول: إن أخطر المناطق على الاستعمار الغربي تلك المنطقة الواقعة بين المحيط الأطلسي والخليج الفارسي، يعني من المحيط الأطلنطي اللي هو دولة المغرب وموريتانيا لحد الخليج العربي اللي هو الخليج الفارسي. كانت أخطر المناطق على الاستعمار الغربي. هذه المنطقة يسكنها شعب واحد ذو خصائص واحدة اللي هو الشعب العربي، والخطر كل الخطر أن يدرك شعب هذه المنطقة تلك الحقيقة. تمام. يعني كمان بيقول لك إن المنطقة العربية دي من المحيط للخليج ساكنها شعب عربي، ومن الخطر إن الشعب العربي ده يدرك الحقيقة إنه شعب ليه خصائص واحدة ويقدر يتحد ويحارب الاستعمار. في ضوء النص السابق عمل الاستعمار على القضاء على الحقيقة السابقة، يعني الاستعمار عايز يقضي على التمسك العربي والتواصل العربي والترابط العربي من خلال إيجاد أسر حاكمة موالية للاستعمار الأوروبي، ولا إثارة النعرات المحلية في كل قطر على حدة، كل قطر يعني كل دولة على حدة، إغراق كل دول المنطقة في الديون الخارجية، ولا تشجيع الشعوب للقيام بثورات ضد حكامهم. بص يا شباب، انت دلوقتي علشان تعمل حركة انفصالية وتخلي كل شعب عربي يبعد عن الشعب التاني، وكل دولة عربية تبعد عن الدولة العربية التانية، وما يبقوش متحدين مع بعض، انك تخلي كل واحد يشوف نفسه احسن من التاني. والكلام ده معناه إثارة النعرات المحلية، أي أن كل شعب يفتخر بأصله، وبكده تعمل تفرقة بين الشعوب العربية وتقدر تحقق هدفك. الكلام ده بالنسبة للاستعمار. يبقى هنا الإجابة هتكون ب: إثارة النعرات المحلية في كل قطر على حدة، يعني الافتخار بالأصل لكل دولة، وده حاجة كانت خطر جدا الاستعمار سعى إلى تأكيدها. سؤال رقم 4 بيقول: الشعار الموضح على العملة التي أمامك نتيجة أي من سياسات الاستعمار ما بين الحربين العالميتين؟ وكلنا عارفين إن سياسة الاستعمار زادت في المنطقة العربية ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية. تمام؟ فبشكل موضح بيقول لك: هي دولة لبنان الكبير، دولة لبنان الكبير. تمام، دولة لبنان الكبير. الشعار ده بيعبر عن تعدد النظم الحكومية، ولا صناعة عروش وهمية، ولا تعدد الجنسيات العربية، ولا تقسيم البلاد العربية؟ طبعا يا شباب، دولة لبنان كبير ظهرت بسبب إنه خدوا أجزاء من سوريا وضموها للبنان، فظهرت دولة لبنان الكبير. يبقى ده معناها تقسيم البلاد العربية. السؤال رقم 5 بيقول: من أدوات الاستعمار لإضعاف الثقافة العربية تسخير التعليم وأول المناطق العربية التي تأثرت بذلك. يعني إيه تسخير التعليم؟ يعني فرض الثقافة العربية، فرض الثقافة الأجنبية،
زي فرنسا الجزائر، فرض اللغة الإيطالية في ليبيا، وهكذا. تمام، بالذات فرنسا الجزائر يعني زي ما احنا عارفين. طيب أول مكان حصل فيه إن يفرضوا فيها الثقافة الغربية ويضعفوا فيها الثقافة العربية طبعا كانت في مثلا الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب، يبقى في الشمال الأفريقي. يبقى هنا الإجابة هتكون ب الشمال الأفريقي وليس بلاد الشام أو وادي النيل أو الجزيرة العربية. احنا بنتكلم على الترتيب. تمام كده يا شباب. السؤال رقم 6 بيقول إيه؟ تدل الألقاب للحكام العرب الموضحة في الصورة التي أمامك على نجاح أي من سياسات الاستعمار في الفترة ما بين الحربين العالميتين. تعال نشوف الصور دي. والله هنا في صورة مكتوب من تحت السلطان، تمام، سلطنة عمان طبعا ده يا شباب، السلطان قابوس بن سعيد، وهنا الأمير تميم بن حميد، خدوا بالكم، وهنا الرئيس صدام حسين في العراق طبعا كلنا عارفين، وهنا الملك عبد الله بن الحسين، وهنا الرئيس محمود عباس أبو مازن في فلسطين. يعني لو لاحظت كل واحد واخد لقب مختلف عن التاني، في رئيس وفي ملك وفي سلطان وفي أمير. تمام. طب ده يؤكد على نجاح أي من سياسات الاستعمار ما بين الحربين. هل تعدد النظم السياسية، ولا إثارة روح العداء الطائفي، ولا تسخير التعليم لضعاف الثقافة العربية، ولا خلق جنسيات متعددة من الجنسية العربية؟ طبعا أنت هنا لو ركزت هتعرف طالما كل ملك وكل حاكم دولة عربية واخد لقب غير اللقب التاني يبقى معناه هنا في أنظمة سياسية كتيرة، يبقى هنا تعدد النظم السياسية والاقتصادية في الوطن العربي. يبقى الإجابة هتكون ألف. تمام. سؤال رقم 7 بيقول يا 7 تدل الصورة التي أمامك على فشل أي من أدوات الاستعمار التي استخدمها في الفترة ما بين الحربين لإضعاف القومية العربية. ده صورة راديو وناس قاعدة قدامه، تمام، وده علم الجزائر، وده مصر تساندكم حتى التحرر. تمام، صورة راديو ومن وراها ها علم الجزائر ده يا شباب ها كمان، ومكتوب تحتها مصر تساندكم حتى التحرر. يبقى هنا يا جماعة المساندة الإعلامية لمصر لثورة الجزائر التي بدأت من القاهرة واستمرت 8 سنوات. يبقى هنا هل هنا تدل الصورة على فشل أي من أدوات الاستعمار ما بين الحربين العالميتين لإضعاف القومية العربية؟ هل إثارة العداء الطائفي، ولا إيجاد المنافسات الأسرية، ولا منع الاتصال بين البلاد العربية، ولا إثارة التفرقة العنصرية؟ طبعا منع الاتصال بين البلاد العربية. الاستعمار فشل في منع الاتصال بين البلاد العربية. تمام. السؤال رقم 8 بيقول مهد لظهور الوثيقة التي أمامك حدوث تقارب بين البلاد العربية. كانت أي من البلاد العربية الآتية محور هذه السياسة؟ يعني بالبلدي دي مكتوب عليها ميثاق جامعة الدول العربية. تمام، كلنا عارفين إن ولدت فكرة جامعة الدول العربية في مصر من غير ما أقرأ الكلام ده كله. ولدت فكرة جامعة الدول العربية في مصر، يبقى محور هذه السياسة اللي هو بتاع جامعة الدول العربية المحور أساسه مصر اللي هو مصطفى النحاس. تمام كده يا شباب؟ ده السؤال رقم 8. السؤال رقم 9 بيقول استهدف الاستعمار تبديل قيم الولاء والانتماء داخل البلاد العربية في الفترة ما بين الحربين العالميتين، وذلك من خلال الاستعمار كان يهدف إلى تبديل قيم الولاء والانتماء، مش عايز يخلي العرب يحب أرضهم أو يدافع عن كيانها. تمام. ده ظهر ذلك من خلال تعدد النظم السياسية، ولا صناعة عروش وهمية، ولا تدعيم الامتيازات الطبقية، ولا تفتيت الوحدة الجغرافية؟ طبعا بكل بساطة المفروض هنا أنت تختار تدعيم الامتيازات الطبقية. طالما مش هيخلي عندك ولاء ولا انتماء ولا حب للأرض يبقى يخلي في تفرقة بين الناس. طالما انتشرت التفرقة بين الناس هيسود هنا عدم الولاء أو الانتماء للأرض اللي هو عايش عليها. ودي كانت سياسة بيهدف إلى تحقيق الاستعمار ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. السؤال رقم 10 يا شباب، السؤال رقم 10 بيقول تعبر الصورة التي أمامك على أي من وسائل التقارب العربي بين الحربين العالميتين؟ هنا الصورة دي رئيس جمال عبد الناصر وقدامه سماعات، خد بالك من السماعات، بيتكلم في دار الإذاعة، يعني الكلام ده مسجل كمان في الإذاعة. الصورة تعبر عن تقدم وسائل المواصلات، ولا تطور وسائل الاتصالات، ولا شعور العرب بالمحنة المشتركة، ولا التطور الفكري في مناهج التعليم؟ طبعا طالما لقيت راديو أو سماعات ميكروفونات بيتكلم فيها يبقى تطور وسائل الاتصالات. تمام كده يا شباب؟ السؤال رقم 11 بيقول أي من رؤساء الوزراء العرب توافق توجههم مع الحلفاء في الفترة ما بين الحربين العالميتين؟ مين من وزراء العرب توجهاتهم كانت ماشية مع الحلفاء؟ هل نور السعيدي وأحمد زوار، ولا صالح جبر ومصطفى النحاس، ولا علي ماهر ورشيد الكيلاني، ولا مصطفى النحاس وعبد الرحمن الجيلاني؟ طبعا هنا يا شباب لو ركزتوا أكتر اتنين كانوا
سياستهم ماشية مع سياسة الحلفاء ومساعدتهم في الحرب العالمية بالذات الحرب العالمية الثانية. تمام. كان مصطفى النحاس في مصر، خد بالك ودي مهمة جدا يا شباب، واخدين بالكم مهمة جدا. وعبد الرحمن برضو الجيلاني في منطقة بلاد الشام. تمام. وطبعا ده كان طبعا الاتنين كانوا موالين لبريطانيا، مصطفى النحاس في مصر وعبد الرحمن الجيلاني في العراق، تاخدوا بالكم منها. بس هي الفرق برضو انهم ساعدوا بريطانيا في الحرب العالمية، مصطفى النحاس ساعد بريطانيا في الحرب العالمية الثانية، وعبد الرحمن الجيلاني في العراق ساعد بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، فتاخدوا بالكم من الحتة دي يا جماعة مهمة جدا. تمام. تمام. السؤال بعد كده عاد رقم 12 بيقول يا من أدوات الاستعمار لإضعاف الوحدة العربية إيجاد أسر حاكمة وإلهاها بعروشها. تمام. أسر حاكمة وطماعة في عرش عايزة الكرسي. في أي من البلاد الآتية طبقت هذه السياسة في الفترة ما بين الحربين العالميتين؟ طبعا إيجاد أسر حاكمة فيصل بن شريف حسين، يبقى العراق، واخدين بالكم؟ يبقى أنا نختار العراق. 13 ترتبت على تعدد النظم السياسية في الوطن العربي بفعل الاستعمار. طبعا لما تعددت النظم السياسية في الوطن العربي بفعل الاستعمار ايه اللي ترتب عليها؟ صعوبة التعاون بين الحكام أو بين حكام البلاد العربية، ولا تعدد الثقافات واللغات بين البلاد العربية، ولا إدراك العرب خطورة المخطط الاستعماري، ولا سهولة التبادل التجاري بين البلدان العربية. طبعا هنا يا جماعة تعدد النظم السياسية خلى مفيش تعاون بين الحكام العرب، يبقى صعوبة التعاون بين الحكام أو حكام البلاد العربية، ودي مهمة جدا تاخدوا بالكم منها. سؤال 14 بيقول اجتمع النحاس باشا مع جميل مردوم بك رئيس الوزراء السوري وبشار الخوري رئيس دولة لبنان. في ضوء دراستك يصح أن يكون هذا الاجتماع بخصوصها تفعيل الوساطة بين الدولتين، ولا التمهيد لإقامة تقارب عربي، ولا إقامة وحدة اقتصادية مشتركة، ولا تشجيع الدولتين على الثورة؟ طبعا هنا من المفترض طالما هنا رئيس وزراء سوريا ورئيس دولة لبنان وطبعا مصطفى النحاس رئيس الحكومة المصرية، يبقى هنا عايز يعمل تقارب بين الدول العربية، يبقى إقامة تقارب عربي مشترك أو التمهيد لإقامة تقارب عربي. تمام. ده السؤال رقم 14. السؤال رقم 15 بيقول يا تبنى مصطفى النحاس لفكرة الجامعة العربية، يعني أنه عالج أي من سياسات الاستعمار التي انتهجها التي انتهجها مع مصر في الفترة ما بين الحربين العالميتين. طب مصطفى النحاس لما يتبنى فكرة إنتاج جامعة الدول العربية، ده بيعالج إيه من سياسات الاستعمار؟ هل إثارة روح العداء الطائفي، ولا تعدد نظام أو أنظمة الحكم في البلاد العربية، ولا تشجيع فكرة النعرات المحلية، ولا العمل على إقامة عروش وهمية؟ طبعا هنا هو بيحارب النعرات المحلية، لأن النعرات المحلية خلت في حركات انفصالية، يعني كل دولة عربية شايفة نفسها أحسن من التانية وظاهر بينهم انفصال. هنا مصطفى نحاس بيعمل تقارب، بيقرب العرب على بعضهم، يبقى تشجيع فكرة النعرات المحلية. هنا بيحارب فكرة النعرات المحلية اللي كانت من سياسات الاستعمار في ذلك الوقت. السؤال رقم 16 بيقول يا 16 سعى الاستعمار في الفترة ما بين الحربين لصناعة عروش وهمية، وهو ما يتفق مع أي من أفكار دافرين التي طبقها في مصر. صناعة عروش وهمية، هل نجلزة الوظائف، ولا حل مجلس شورى النواب، ولا الإبقاء على سلطة الخديوي، ولا استمرار مصر ولاية عثمانية؟ طبعا طالما قال لك صناعة عروش وهمية يبقى يخلي الخديوي قاعد على الكرسي ومالوش لازمة، يبقى الإبقاء على سلطة الخديوي. في سلطتان في مصر، سلطة سورية في يد الخديوي، وسلطة فعلية في يد المعتمد البريطاني في ذلك الوقت وهو اللورد كرومر. واللي وضع دي طبعا دافرين في القانون الأساسي 1883 في بداية الاحتلال البريطاني لمصر. طبعا دافرين ده المستشار البريطاني أو المندوب البريطاني الذي وضع هذه السياسة من الأستانة عاصمة الدولة العثمانية، وتم تطبيقها بالفعل في مصر، ومنها إلغاء المراقبة الثنائية، وطبعا الإبقاء على وجود سلطتين في مصر، سلطة سورية في يد الخديوي وسلطة فعلية في يد المعتمد البريطاني. خدوا بالكم منها مهمة جدا يا شباب. نيجي بعد كده يا شباب للسؤال رقم 17 بيقول من بنود التحفظات الأربعة في تصريح 28 فبراير 1922، وهو التصريح الذي أصدرته بريطانيا في مصر، هو حق إنجلترا في حماية الأقليات. هتبتدي عاد الفتنة تظهر من كلمة حماية الأقليات والأجانب، وهو ما يتفق مع أي من سياسات الاستعمار في الوطن العربي. طبعا طالما إنجلترا قالت هحمي الأقليات مثلا في مصر، يبقى هي مثلا عايزة تعمل فتنة بين المسلمين والمسيحيين. طيب ده بيعبر عن سياسة الاستعمار اللي هي تقسيم البلاد العربية، ولا فتح باب التجنيس، ولا صناعة عروش وهمية، ولا إثارة العداء الطائفي؟ طبعا وأنت مغمض عينك إثارة العداء الطائفي، إثارة العداء الطائفي.
السؤال رقم 18 بيقول شكلت السلبيات التي ظهرت في ميثاق الجامعة العربية، السلبيات اللي ظهرت في ميثاق جامعة الدول العربية صدمة لأي من الأطراف التالية. هل الحاكم العربي ولا المثقفون، هل الحكام العرب ولا المثقفون العرب ولا المنظمات الدولية ولا الأقليات العربية؟ طبعا يا شباب السلبيات اللي ظهرت في ميثاق جامعة الدول العربية شكل الصدمة لمين؟ للمثقفين العرب. المثقفين مين؟ العرب اللي هم طبعا ميثاق جامعة الدول العربية كانت القرارات فيه بالإجماع، وكان حكام العرب برضه في منهم مايل للغرب، فدي أكد الصدمة للمثقفين مين؟ العرب، وإن مفيش توحيد لكلمة العرب في حل الكثير من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. السؤال رقم 18 بيقول برضه أخطاء الآباء يمكن أن يصلحها الأبناء، أخطاء الآباء يمكن أن يصلحها الأبناء. طيب تعال نشوف أخطاء الآباء يمكن أن يصلحها الأبناء من خلالها. حكمة طبقها حاكم مصر في العقد الرابع من القرن العشرين، العقد الرابع من القرن العشرين في التعامل مع حاكم مين؟ العقد الرابع من القرن العشرين يعني 1900 حاجة و30، يبقى 1936 هي مشكلة مصر مع مين؟ مع السعودية، تمام؟ هل التعامل مع حاكم العراق ولا سوريا ولا اليمن ولا السعودية؟ وأنت مغمض عنك تختار السعودية، المشكلة اللي بتعود تاريخها لعهد محمد علي، تمام كده يا شباب؟ هنا بيقول لك سؤال رقم 19 ظهر الحد الجنوبي لمصر نتيجة أي من سياسات الاستعمار ما بين الحربين. الحد الجنوبي اللي هو هنا يا شباب بين مصر والسودان مع دائرة عرض 22 درجة شمالا. أدي السودان أهي اللي في الدائرة الصغيرة دي السودان، ماشي يا شباب؟ طيب ظهر الحد الجنوبي لمصر نتيجة إيه؟ صناعة عروش وهمية ولا تقسيم البلاد العربية ولا خلق جنسيات متعددة ولا تعدد النظم الاقتصادية؟ طبعا وانت مغمض عينك تقسيم البلاد العربية، فصل مصر عن السودان. اتفاقية الحكم الثنائي سنة 1899 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، ودي كانت من سياسات الاستعمار برضه، تمام؟ واخدين بالكم؟ سياسات الاستعمار دي كمان من قبل ما بين الحربين العالميتين، واخدين بالكم؟ فالحاجات دي تاخدوا بالكم منها من زمان من أيام الخديوية في مصر. سؤال رقم 20 بيقول أمامك مشهد من مشاهد ثورة مصر القومية والذي يعد بمثابة فشل لأي من السياسات الاستعمارية في الفترة ما بين الحربين. طبعا ثورة مصر القومية اللي هي ثورة 1919، ثورة 19 يا شباب، تمام؟ وكلنا عارفين إن الثورة دي أدي علمها في هلال ونجوم وصليب، يعني تحالف المسلمين والأقباط يدا واحدة. طيب دي بتعبر عن فشل سياسة الاستعمار اللي هي إثارة العداء الديني والطائفي ولا الامتيازات الطبقية والفكرية ولا تعدد النظم السياسية والحكومية ولا تسخير التعليم لضعاف العروبة؟ طبعا دي بتؤكد فشل الاستعمار الأوروبي في إثارة العداء الطائفي والديني، يبقى الإجابة هنا هتكون ألف. 21 لأن طبعا المسلمين والمسيحيين كانوا يد واحدة في ثورة 19. 21 كانت أي من الشخصيات الآتية من أدوات الاستعمار لإبعاد العرب عن الفكر الحديث؟ كانت أي من الشخصيات الآتية من أدوات الاستعمار لإبعاد العرب عن الفكر الحديث؟ هل كرومر ولا دانلوب ولا وينجت ولا موسوليني؟ طالما قال لك يبعد العرب عن الفكر الحديث يعني يبوظ التعليم خالص، يبقى مش هنفتكر غير دانلوب لما أمات روح الابتكار والإبداع عند المصريين، وده رفع نسبة الأمية للبنين والبنات في مصر وبهدل التعليم المصري وخلاه بمصروفات عالية في عهد الاحتلال البريطاني في مصر من 1882 وحتى 56، تمام كده؟ نيجي بعد كده يا شباب للسؤال رقم 22 بيقول يدل انضمام الجلاوي زعيم البربر ده في المغرب طبعا للحركة الوطنية المطالبة بعودة السلطان محمد الخامس. طبعا الجلاوي زعيم البربر عايز يرجع السلطان محمد الخامس اللي كان طبعا معتقل ومنفي من قبل الاحتلال الفرنسي على فشل أي من سياسة الاستعمار الأوروبي في الوطن العربي ما بين الحربين. هل إثارة النعرات ولا تعدد النظم ولا إثارة العداء الطائفي ولا صناعة عروش وهمية؟ طبعا طالما الجلاوي زعيم البربر بيطالب بعودة السلطان محمد الخامس من العرب، يبقى إثارة النعرات المحلية بتاعت الاستعمار فشلت بنسبة 100% زي ما حصل في ثورة 19 في مصر. السؤال بعد كده يا شباب السؤال رقم 23 بيقول لك لعب تطور وسائل الاتصالات دورا في تحرر أي من البلاد العربية الآتية. وسائل الاتصالات كان لها دور في تحرير أي من البلاد العربية الآتية. هل سوريا ولا العراق ولا لبنان ولا الجزائر؟ طبعا وانت مغمض عنك هتختار الجزائر لما بدأت الثورة الجزائرية من القاهرة إعلاميا، وخدناها في سؤال من شوية يا شباب الصورة اللي كان في الراديو، تمام؟ 24 أمامك صورة تعبر عن تطور وسائل النقل والمواصلات وهو ما ساعد على مواجهة أي من أساليب الاستعمار.
هل تعدد الجنسيات العربية ولا إثارة النعرات ولا التقسيم لأجزاء منفصلة ولا تعدد النظم الاقتصادية؟ طبعا التقسيم لأجزاء منفصلة. الاستعمار قسم الوطن العربي لأجزاء منفصلة وأقام بينهم الحواجز الجمركية، لكن وسائل الاتصالات والمواصلات الحديثة هي اللي عملت تقارب ما بين العرب، وطبعا صور لوسائل الاتصالات المختلفة. تمام كده يا شباب؟ هنا عاد بعد كده السؤال 25 بيقول في العقد الرابع من القرن العشرين يعني 1900 حاجة و30 بدأت فكرة التقارب العربي وإحياء القومية العربية على شكل تخصصات مهنية ولا صحوة اجتماعية ولا تبادل اقتصادي ولا تكتل عسكري. هنا طبعا يا شباب هنقول تخصصات مهنية، تخصصات هي مهنية. تمام، والتخصصات المهنية كلنا عارفينها يا شباب، اللي هي المحامين العرب والأطباء العرب والمهندسين العرب، ولو عايز تحط معاهم المجاولين العرب حط. السؤال رقم 26 بيقول إيه يا 26؟ كانت مبادئ ويلسون مبادئ زائفة. طبعا ويلسون ده كان راجل كذاب وبتاع منظر رئيس أمريكا الذي دعا لإنشاء عصبة الأمم ودعا لحق تكرير المصير من ضمن ال 14 مبدأ بتوعه، وطلع نصاب في الحرب العالمية الأولى لأن في مؤتمر الصلح في باريس تخلى عن قضايا الدول المستعمرة، يعني ما خدش بيد الدول للاستقلال زي ما هو كان بيقول. السؤال 26 بيقول كانت مبادئ الرئيس ويلسون مبادئ زائفة كذابة حولتها مصر إلى حقيقة طبعا من خلال موقفها تجاه أي من القضايا الآتية: هل تأييدها لاستقلال اليمن ولا مساعدتها للسودان على الاستقلال ولا مساعدتها للعراق على التحرر ولا تناضالها من أجل تحرير تونس؟ طبعا مساعدتنا للسودان، هنا مصر كانت بتساعد السودان على الاستقلال، واخدين بالكم؟ طيب السؤال 27 بيقول أي من الإجراءات التي اتبعتها مصر ولعبت دورا في مناهضة سياسة الاستعمار في الفترة ما بين الحربين؟ أي من الإجراءات التي اتبعتها مصر ولعبت دورا في مناهضة سياسة الاستعمار في الفترة ما بين الحربين؟ المناهضة عن الضغط على سياسة الاستعمار ومحاربته. هل فصل العملة المصرية عن الإنجليزية ولا عقد مصر المعاهدة الصداقة والتحالف 1936 ولا إصدار دستور للبلاد وعقد البرلمان ولا توجهات وزارة الشعب في الجانب الثقافي؟ طبعا إجراءات مصر اللي كانت مناهضة لسياسة الاستعمار اللي هي توجهات سياسة أو توجهات وزارة الشعب في الجانب الثقافي. ليه؟ لأنهم خلوا كل حاجة باللغة العربية ولغوا النجلزة، يبقى هنا محاربة الثقافة الأجنبية. 28 بيقول يتناقض مضمون بيان وزير الخارجية البريطاني إيدن مع أي من مواقف بريطانيا تجاه البلاد العربية؟ طبعا بيان وزير خارجية بريطانيا إيدن طبعا اللي هو دعا لإقامة وحدة عربية، ده يتناقض مع أي من مواقف بريطانيا تجاه البلاد العربية؟ هل الوفاق الودي ولا مؤتمر أستانا ولا مراسلات الحسين ماكمهون ولا حادث فاشودة؟ طبعا مضمون إيدن استقلال البلاد العربية ووحدة البلاد العربية يتناقض مع موقف بريطانيا تجاه الشريف حسين لما عمل مراسلات مع ماكمهون المندوب البريطاني. ليه؟ لأن هم في الآخر ما تبعوش الشريف حسين وما عملوش استقلال للبلاد العربية اللي هو كان عايزها، تمام؟ يعني ما نفذلوش مطالبه، يبقى هم كده مش عايزين وحدة، هم بيجروا ورا مصلحتهم اللي هو العرب يساعدوهم في الحرب العالمية التانية بس. السؤال رقم كان 28 بس طبعا مش محطوط له رقم بيقول لك إياه. السؤال رقم 28 يا شباب في طبعا في ألف وجيم كلمات ممسوحة، هنقول الكلمات دي مع بعض وتسجلوها عندكم. بيقول لك بدأ النحاس مشاوراته لتأسيس الجامعة العربية بشكل ثنائي دون الاجتماع بالقادة العرب مجتمعين. يعني مصطفى النحاس هيبدأ مشاوراته لتأسيس الجامعة العربية اللي هي جامعة الدول العربية اللي هي المشاورات التمهيدية بشكل ثنائي وما اجتمعش بالقادة العرب مع بعض كلهم. راعى النحاس أي من أحوال الوطن العربي في تلك الفترة؟ ألف مكتوب تقسيمه لأجزاء منفصلة، يعني الحتة دي تكتبوا فيها تقسيمه، تمام. ب موجود مكتوب وجود جنسيات متعددة. ج تعدد ألسنة العرب، مكتوب تعدد ألسنة العرب. د وجود منافسات أسرية. طبعا مصطفى النحاس هيراعي في ده كله، طبعا مصطفى النحاس هيراعي وجود منافسات أسرية، طالما ما اجتمعش بالقادة العرب كلهم يبقى كده هو حاطط في دماغه المنافسات الأسرية ومش عايز مشاكل تتجدد ما بين العرب تاني عشان تنجح الفكرة اللي هي فكرة الوحدة وإنشاء جامعة الدول العربية. السؤال رقم 30 بيقول من أدوات الاستعمار للقضاء على القومية العربية في الفترة ما بين الحربين إخراج الشعوب من هويتها. يعني من أدوات الاستعمار للقضاء على القومية العربية في الفترة ما بين الحربين إخراج الشعوب من هويتها وثقافتها وشخصيتها. كل دولة تكون منتمية ثقافيا للدولة الأجنبية، كل دولة عربية تبقى منتمية للثقافة الأجنبية، يعني سياسة اندماج. بدون العبارة السابقة لاقت هذه السياسة استجابة لدى أي من الشخصيات، يعني مين مش في الشخصيات اللي قدامك
دعت للاندماج مع الاستعمار. عبد الحميد بن باديس طبعا لا، ده رئيس جمعية علماء الجزائر. الحبيب بورقيبة في تونس لا طبعا، ده كان بيحارب الثقافة الفرنسية، مع انه كان معاه ثقافة عربية وفرنسية بس طبعا بيميل للثقافة العربية. عباس فرحات هو ده الداهية المصيبة اللي بيدعو للاندماج بتاع فرنسا يكون مع الجزائر، يعني هو عايز يخلي الجزائر وفرنسا قطعة واحدة، هو جزائري على فكرة. تمام، يبقى هنا الإجابة هتكون عباس فرحات، خدوا بالكم منها دي مهمة جدا يا شباب. تمام. سؤال 31. محمد علي، الشريف حسين، مصطفى النحاس. يتمثل الرابط المشترك بين توجهات الشخصيات التاريخية السابقة في محمد علي والشريف حسين ومصطفى النحاس الثلاثة. إيه الحاجة المشتركة بينهم؟ هل معارضة الرابطة العثمانية، ولا تنفيذ مخططات استعمارية، ولا مفهوم الوحدة العربية، ولا تحقيق مصالح شخصية؟ طبعا الثلاثة بيجتمعوا في مفهوم الوحدة العربية. الثلاثة بيشتركوا في كلهم عايزين رابطة عربية، وحدة عربية، وطبعا عايز وحدة عربية اللي هي جامعة الدول العربية، كلهم عايزين الوحدة العربية الثلاثة. واخدين بالكم؟ في واحد هيقول لي طب نختار ألف معارضة الرابطة العثمانية، ما مصطفى النحاس في وقته ما كانش مصر خاضعة للسلطان العثماني. السؤال رقم 32 بيقول يتفق الرسم المقابل مع سياسات الاستعمار في الوطن العربي ما بين الحربين العالميتين من خلال إيه؟ قال لك الرسم الموجود قدامك يتفق مع سياسة الاستعمار. هنا مكتوب من فوق حل وسط، وهنا ده ماسك منشار وماسك العرش اللي هو الكرسي ونازل فيك هيقطع يقسمه بالنص، انت حتة وهو حتة، انتوا الواحد فيكم بستة، ودول يا عم الاتنين من دولة واحدة قاعدين يخبطوا ببعضيهم، مين فينا يقعد على الكرسي اكتر. خلاص يا باشا انت تقعد حتة وانا حتة، واللي قاعد في النص ده يقسم الكرسي بالنص وكل واحد فينا حتة. ومكتوب تحت لبنان، طالما لقيت دولة لبنان وانت مغمض عينك يبقى الصراعات الطائفية على طول كده. خلص الكلام. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من القومية العربية.